مخرج فيلم تورا بورا وليد العوضي، بنسعد بيك النهارده ومبروك لبطل الفيلم وجائزة أحسن ممثل للنجم العربي الكويتي الكبير سعد الفرج. بقول لك ألف مبروك، وأكيد الجائزة دي ليك وللفيلم وكل واحد شارك في هذا. أنا أول شيء سعادتي ما توصف، لأن جيت هذه الدورة الصعبة، دورة 35 أول مرة في مصر؟ أول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي، وأول مرة أجي ومعي فيلم وداخل مسابقتين. يعني حظوظي كانت جميلة، لكن الأوضاع اللي كنت أشوفها من أول يوم وصلت كنت أتألم. مع ذلك سعدت أن الافتتاح بسيط، الختام بسيط، عدت على خير زي ما بنقول، وكرمونا الجماعة في لجنة التحكيم باختيارهم النجم الكويتي الفنان القدير العملاق سعد الفرج بجائزة أفضل ممثل لأفلام العربية الطويلة. سعادتي ما توصف كمخرج ومنتج، بس أنا بحب أقول إن إحنا من الكويت بلد لا يصلع السينما. إحنا عندنا محاولات فردية، ولما نأتي لمهرجان عريق بفيلم كويتي ونحصل على جائزة معناته هناك الكثير اللي نقدر نقدمه في المستقبل، بس لازم يكون في إيمان من البلد فينا وفي الشباب الآخرين اللي نصنع سينما. مهرجان عريق مثل القاهرة في دورته الحساسة هذه وبهذه الجائزة اللي تعنينا احنا الكثير، أكيد راح تشجعنا أن نحضر الدورات القادمة بأفلام أخرى إن شاء الله. ومثل ما الكل قال من أول يوم وصلنا لغاية الختام، تحيا مصر تحيا مصر. أنتم علمتونا شيء جميل، أن الإنسان حر. ثورة 25 يناير كانت تعبر عن الحرية، واليوم شفنا أجواء جميلة من الحرية داخل الختام. ربنا يديم عليكم الأمن والأمان، وإن شاء الله نجيكم في دورات قادمة تكون الظروف فيها أفضل، على أساس نحتفل بالسينما بشكل آخر. وإن شاء الله يا رب يكون تورا بورا بداية مش يعني زي ما قلت حاجات فردية للسينما الكويتية، لا تكون بقى حاجة كبيرة، وإن شاء الله يكون في سينما كويتية موجودة على الساحة بقوة زي كل البلاد العربية. إن شاء الله نتأمل ذلك. وبعدين إحنا الحين القضايا اللي عندنا في الوطن العربي كثيرة، وأنا من المخرجين والمنتجين اللي ما أحط خطوط حمراء، فبالتالي عندي مادة دسمة لقضايا قادمة إن شاء الله. أتمنى بعد هذه التجربة، بعد تورا بورا، بعد مهرجان القاهرة السينمائي، بعد الجائزة للقدير سعد الفرج، أن يكون هناك لفتة واهتمام من البلد وبالذات الحكومة لفنانين الكويت، لأن خروجنا للعالمية شيء جدا مهم. حاجة يعني تسعدنا كلنا، وتحية للكويت وتحية لتورا بورا اللي كنا معاه في أبو ظبي والنهارده معاه في القاهرة، وإن شاء الله نكون معاه في مهرجانات. شكرا جزيلا، ووشكم خير علينا، لأن كنتم معنا في العرض الخاص الناجح في أبو ظبي، واليوم الجائزة الجميلة في القاهرة، وبعدين مهرجان وهران بعد أيام قليلة الفيلم مرشح لجائزة في وهران. فربنا يسهل إن شاء الله، ونلقاكم على الخير دائما إن شاء الله. ألف مبروك. الله يبارك بعمرك. شكرا.